نظرة الناس ليك على المنصة مش بتعتمد بس على الكلام اللي انت بتقوله، بتعتمد اكتر كمان على الطريقة اللي بتقوله بيها. مش محتاج تكون خبير في لغة الجسد عشان تترجمها، لاننا ببساطة كلنا بنترجم لغة الجسد على مستوى العقل اللاواعي. يعني مثلا في كم مرة كنت قاعد بتتفرج على حد وحسيت ان الشخص ده متوتر، انت مش متأكد ليه، هو مش بيقطع في كلامه بس انت حاسس انه متوتر. في كم مرة كنت بتتكلم مع حد وحسيت ان الشخص ده بيكذب مع ان كلامه مترتب عادي ومفيش حاجة معينة هو قالها تقدر تحط ايدك عليها وتقول الحاجة دي بسبب هو بيكذب. هنتكلم النهاردة عن لغة الجسد على المنصة وقدام الجمهور. معاك سيف احمد، طالب في طب اسكندرية، ويلا بينا. قبل ما ندخل في التقسيمة بتاعت لغة جسمك على المنصة حابب اتكلم عن 3 حاجات مهمة عشان عادة من غيرهم بيتم استخدام لغة الجسد غلط. اهمهم واقولهم هو ان كل جستشر او كل ايماء بتعملها بجسمك بتعتبر حرف او كلمه ما ينفعش ترجمها لوحدها غير لما تتحط في الجمله الكامله بتاعتها. يعني مثلا انا فاكر في مره كنت بتكلم مع واحد صاحبي، ساعتها كنا في المدرسه، كانت لسه بقى فيلم الفيل الازرق لسه مشهور، فتقريبا كان لسه طالع منه او حاجه زي كده، فكنا بنتكلم مع بعض، فعادي بتكلم فهرشت في مناخيري، حسيت ان مناخيري عايزه تهرشني، فلقيته مره واحده كده واقف. اه يا كداب. فطبعا في فرق بين لمسه الشخص اللي بيكذب وحد بيهرش في مناخيره، بس لازم تحط الكلمة في السياق الكامل، لازم تشوف بقية العلامات اللي بتحصل، والكلام ده مش بس في دي، في أي حاجة تانية هنتقال في الفيديو بعد كده. لازم تحط الجستشر في السياق الكامل بتاعه عشان تترجمه صح. ثانيا، بناء على أحد الأبحاث اللي كانت معمولة في محادثاتنا الطبيعية وش لوش، احنا كلامنا بيمثل 7%، نبرة الصوت بتمثل 38%، وحركات جسمنا بتمثل 55%. انت اكيد بتفكر يعني، طب هنتخيل احنا بنتكلم مثلا عن بحث، بنتكلم ازاي نعمل صاروخ مثلا، ازاي حركات جسمي هتمثل 55%؟ الحقيقه ان دي فعلا غلطه شائعه، لان النسب دي بتمثل النسبه اللي بيتنقل بيها مشاعرنا ومواقفنا، مش المعلومات البحته اللي بتتنقل، لان المعلومات البحته طبيعي انها تتنقل اكتر بالصوت والكلمات اكتر ما بالجستشرز نفسها. ثالثا، لغه الجسد معديه. يعني مثلا في كم مره كنت قاعد في درس ولقيت المدرس التاوب او في حد التاوب من الناس اللي في الصف الاولاني، ولقيت مره واحده في وباء متوبه اتنشر في المكان كله، لان المتوبه والابتسام من الحاجات المعديه جدا في لغه الجسد، ودي حاجه هنستخدمها برضو اكتر في التقسيمه بتاعتنا اللي جايه قدام، خلي بالك من النقطه دي. نرجع نركز بقى على لغه الجسد على المنصه، وهتلاقي ليها نصايح متفرقه كتير وتقسيمات مختلفه كتير، ولكن اكتر تقسيمه انا برتاح لها هي التقسيمه اللي احنا كنا واخدينها في الديبيتنج كلوب، نادي المناظرات في مدرسه فيكتوريا، وكانت بتقسم ايه لغه الجسد ل6 حاجات اساسيه. ونبدا اول نقطه معانا وهي الاي كونتاكت، الاتصال العيني. الفكره منها انك تحسس كل شخص موجود ان انت مهتم ان الشخص ده يكون مركز معاك ويكون فاهم انت بتقول ايه. طيب هل المطلوب ان انا ابص كل شخص في عيني؟ هتخيل في قاعه مثلا فيها 250 شخص، هل ينفع ابص لكل حد لوحده؟ اكيد لا. فاللي انت ممكن تعمله ان انت تبدا تقسم الاوضه بتاعتك، يعني مثلا لو هم صفين بالطول ممكن تخليهم 4 مجاميع، مجموعتين فوق مجموعتين تحت. لو هم 3 صفوف ممكن تخليهم 6، ممكن تخليهم 9، 3 ورا و3 في النص و3 قدام. الفكرة هنا ان انت مش لازم تبص لكل شخص بعينه، انت بتبص المجموعة، لما تبص في نص المجموعة كلها بتحس ان انت بتبص لها. يعني مثلا لو فاكر في الدروس كان مثلا في مدرس بيكلم حد معين بيقول له قوم اقف، فتلاقي مثلا في 5 حوالين بعض عايزين يقوموا يقفوا، محدش عارف هو كان بيكلم مين بالظبط، ورغم انه مش بس بيبص في عينه، هو كان بيشاور كمان. فانت مش مطلوب ان انت تبص لكل شخص في عينه او تبص لكل شخص بحد ذاته. وبمناسبة ان انت مش لازم تبص كل شخص في عينه، لو انت مثلا بتتحرج من الناس او بتحبش تبقى باصص في عين شخص على طول، فانت برضو مش مطلوب منك انك تبص كل شخص في عينه، انت بس لو بصيت على المثلث ده هو هيحس انك بص في عينه. ده بقول لك لو بصيت في نص المجموعة كلهم هيحس ان انت بص لهم. ودي حاجة مهمة جدا في حركة عينك. الحاجة التانية لو جيت تفكر فيها، طب ابص بسرعة ولا ابص بالبطيء ولا اعمل ايه بالظبط؟ الفكرة هنا في التوقيت ممكن تحاول تظبطهم من 3 ل 5 ثواني. ليه مش اقل؟ ليه مش اكتر؟ عشان لو اقل هتلاقي نفسك عمال بتحرك عينك كده، لو اكتر وفضلت مركز مع شخص بعينه هتلاقي الشخص بدأ يتوتر. فطبعا في الفيديوهات او في اللقاءات التلفزيونيه او اي حاجه فيها كاميرات، انت المفروض تفضل مركز في الكاميرا اكتر وقت ممكن عشان تدي انطباع ان انت واثق من نفسك، فتبقى مختلف عن الستيج. بس في الستيج بتحاول تظبطها بين 3 ل 5 ثواني. وبمناسبه برضو الظبط بتاع من 3 ل 5 ثواني، اوعى ابدا تعد، عشان انت هتلخبط نفسك اكتر، لان انت المفروض بتقول كلام، في سبيتش في دماغك انت بتقوله، في باوربوينت بيتحرك وراك، في جسمك انت بتحاول تظبط الحركه بتاعته. تخيل انت كمان بتعد كل شويه من 3 ل 5 ثواني، فما تعدش ابدا، انت بتحاول تجيبها ايه بالتقريب كده.
ونقطة برضو إضافية لحركة عينك، لو حد سألك سؤال حاول يعني مثلا في بداية الإجابة رد وأنت مركز معاه، بس وأنت بتكمل إجابتك حاول تبص لبقية القاعة، أنت مهتم إن الناس كل اللي قاعدين دول يبقوا فاهمين الإجابة بتاعتك. ونقطة تانية معانا هي نبرة صوتك. الفكرة منها لو أنا عمال بقول شوية مثلا معلومات كتير، عمال بحكي قصة ومش عارف إيه، وبعد كده جيت على نقطة مهمة جدا وبطأت كده، هتحس ان انت تركيزك اتشد مره واحده. لو مره واحده انت عايز تعرف هو ليه بطأ كده، ايه اللي حصل. فانت مهم انك تلعب السرعه بتاعه الصوت وكمان العلو بتاع الصوت. لما تيجي تعلي مثلا الصوت في رقم معين او تيجي تعلي الصوت في معلومه مهمه قوي، بس اهم حاجه دي ساعات بنشوفها الغلطه دي، وان انت بتعلي صوتك ان هو يبقى حاجه مزعجه. انت بتعلي بس صوتك شويه عن الطبيعي عشان تركز على معلومه معينه، مش اكتر من كده. معلومة إضافية بالنسبة لنبرة الصوت، في فرق بين إن أنا أقول في 20,000 حالة وفاة مثلا، أو بين إن أنا أقول في 20,000 حالة وفاة. الفكرة هنا إن التانية بانت أكتر في شكل سؤال. ليه؟ لأن أنت لما بتيجي في عند آخر الكلمة وبتعمل مثلا كأنك تحط فتحة كده 20,000 غير 20,000، خلاص بتبان أكتر كسؤال. ممكن تستخدمها فعلا إن أنت بتأكد للناس إن أنت مستني منهم إجابة، أنت بتسألهم فهم مستني منهم إجابة، أو بتبان لو انت كنت بتقول فعليا معلومه وقلتها بالشكل ده حتى ان انت مش واثق من نفسك او مش متاكد من الرقم فبتقوله في شكل سؤال. فخلي بالك من النقطه دي وانت بتتكلم. الحاجه الثالثه معانا هي الستارتنج بوستشر او وضع جسمك المبدئي. الفكره منه هو انه يكون الوضع اللي بتبدا بيه الكلام بتاعك وبتتحرك ليه بعد كده. ليه؟ عشان تسيب انطباع مبدئي كويس وفي نفس الوقت تبان واثق من نفسك. طب تبان ازاي واثق من نفسك؟ ان انت تكون مرتاح. مرتاح ازاي؟ ان انت ايديك مرتاحه جنبك وبتتحرك بأريحية مش متنشنة، وفي نفس الوقت رجليك في مسافة كويسة ما بينهم. وزي ما قلنا مهم انها تكون مش بس الحاجة اللي تبدأ بيها، هي كمان الحاجة اللي لما بتتحرك بترجع ليها. والحركة هي النقطة الرابعة معانا. الفكرة من الحركة هو ان انت تشد انتباه الناس. يعني مثلا انت واقف في نص الستيج، اتحركت يمين شوية فدخلت قربت اكتر من الناس اللي على اليمين فهيركزوا معاك اكتر شوية، لما تروح شمال شوية هتخلي الشمال يركزوا معاك اكتر شوية، وهكذا. فانت بتعمل ديناميكيه كده في الكلام بتاعك. المطلوب منك في الحركه بتاعتك هو مش ان انت تبقى كل شويه بتتحرك، لا انت زي ما بيقولوا ووك لاند توك، يعني اتحرك شويه، اثبت، اتكلم، بعد كده اتحرك شويه، اثبت في مكانك، اتكلم شويه، بعد كده ارجع اتحرك، وهكذا. في بس اخطاء شائعه مهمه جدا تخلي بالك منها، هو ان انت اولا اوعى ابدا تستخدم حركه البندول. الفكره من حركه البندول ان انت كل شويه رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هي بتطلع عشان انت متوتر، فانت بتبقى جسمك عايز يتحرك عشان يخف من التوتر ده، فبتفضل متحرك رايح جاي مش بتتحرك في باترن معين، فبيبان ان انت فعلا متوتر. الغلطه الثانيه هي ان انت وانت بتتحرك ما تديش ابدا ظهرك للجمهور، ما ينفعش. ليه؟ لان انت بتقطع الاتصال اللي انت كنت عامله. انت عمال بتحاول اي كونتاكت، اتصال عيني، وتبص على ده وتبص على ده مش عارف ايه، وتتحرك هنا وتتحرك هنا، بعد كده جيت مره واحده فصلت بان انت اديتهم ظهرك، بتفصل شويه الناس اللي قاعدين. فما تعملهاش غير لو في يعني ضروره قصوى. طب هل في شكل او طريقه معينه المفروض افضل بتحرك عليها؟ وانت مش لازم تلتزم بشكل معين، عادي، بس عشان تكسر البندول وتكسر اي حركه عشوائيه انت ممكن تعملها، ممكن تنظم حركتك في اكتر من شكل. ممكن مثلا تنظمهم في شكل مثلث، ان انت تبقى واقف في مكانك، بعد كده تتحرك قدام يمين ثم شمال، بعد كده ترجع لورا يمين وتعيدها تاني، وهكذا. او ممكن تعملها في شكل ام، او في شكل دبليو، او في شكل مربع، ايا كان الشكل اللي انت هتعمله. الفكره منه بس ان انت تنظم حركتك، ما تعملش بندول، وخلي بالك تاني ان انت تقف كل شويه في النص. النقطه الخامسه معانا هي الفيشل اكسبريشنز او تعابير الوش. الفكره هنا ان انت بتحس بالكلام اللي انت بتقوله عشان تقدر تمثله بوشك. بتقول حاجه معلومه غريبه مثلا فترفع حواجبك، ترفع عينيك انت حاجه انت نفسك متفاجئ منها، او معلومه كويسه فتبقى مبتسم، وهكذا. وحاول على قد ما تقدر انك تكتر من الابتسام، او تكتر من انك تدي احساس ان انت مبسوط وانت بتتكلم. ليه؟ لان الابتسامه معديه زيها زي المتوبه. لما تفضل مبتسم كتير وانت بتتكلم هتحسس ان الناس اللي قدامك ان انت مبسوط، فهم كمان مبسوطين، كله هيبقى مبسوط. بس خلي بالك من اكتر من حاجه، ان الابتسامه ممكن ما تكونش طبيعيه قوي، او ممكن ما تبانش ان هي فعلا من قلبك. طب ازاي ده؟ يعني مثلا لو عملت كده حسيت ان انا يعني ابتسامه فيك قوي، صح؟ ليه فيك؟
عشان الابتسامه الحقيقيه هتلاقي فيها تجاعيد حوالين العينين بتاعتك، فدي حاجه تخلي بالك منها. والحاجه التانيه اللي تخلي بالك منها هو الكلام اللي انت مبتسم فيه. يعني مثلا ما ينفعش وانا بتكلم عن حوادث العربيات مثلا اقول انتوا عارفين ان حوادث العربيات بتسبب 15,000 حاله وفاه كل سنه؟ ايه ده؟ النقطة التالتة معانا اللي ممكن تساعدك في تعبير وشك هو 7 Universally Recognized Emotions. ايه التعبير السبعة المتعارف عليهم في العالم؟ السبعة دول ايا كانت الحتة اللي انت هتروح فيها في العالم، الابتسامة هتفضل ابتسامة بتدل على السعادة، الحزن وش الحزن هيدل على الحزن، الغضب هيدل على الغضب، وهكذا. فدي حاجة ثابتة، لأن الإيماءات بتاعت جسمنا ممكن تختلف من ثقافة لثقافة. يعني مثلا دي علامة النصر عندنا ممكن تكون برضو شتيمة في دول تانية، وهكذا. لغاية دلوقتي نمثل جزء من تعبير الوش دي، وأكيد أنت هتتعرف عليهم. أول واحدة العصبية، الثانية الحزن، الثالثة ماشي طبعا الابتسامة، الرابعة، وخلي بالك خلي بالك خلي بالك من اللي جاية دي الابتسامة بتاعة الاستعلاء، الكوندم. وليه خلي بالك منها؟ عشان ممكن تكون انت فاكر ان دي نوع من انواع الابتسامات مثلا، فتعملها وانت على الستيج. دي تدي مثلا ايحاء ان انت مستهتر او مستعلي على الناس اللي قاعدة قدامك، مش فارق معاك او الناس اللي قاعدين دول. فدي حاجة بتضايق اكيد اي حد موجود يعني، فخلي بالك منها. حاول الابتسامة بتاعتك تكون فعلا من القلب عشان تبقى طالعة كده انت فعلا مبتسم وفعلا مبسوط باللي انت بتقوله. نقطة رقم 6 معانا هي الهاند جيسترز أو تعبيرات الإيد. الفكرة منها هو إن أنت بتوضح الأفكار بتاعتك عن طريق إيدك، وفي نفس الوقت حركة إيدك بتقلل برضو من إحساس الملل. ندخل بقى في أهم نصيحة في حركات الإيد. أولا إن أنت تكون منفتح. يعني إيه؟ يعني إن أنت مبين إيدك كده. خلاص، يعني هتلاقي دايما في لغه الجسد التعبيرات اللي بتبين فيها ايدك بالشكل ده هي التعبيرات اللي ليها دلالات كويسه. يعني مثلا لما تيجي تسلم على حد ممكن تسلم كده، تسلم كده، او في برضه في الاستسلام لما تيجي تبين ان انت نيتك انت مستسلم مش عايز تعمل اذى لاي حد، هتلاقي ايدك مثلا عامله كده. فدي فعلا التعبيرات اللي بتدي دلاله ان انت شخص مسالم، شخص كويس، حد مش جاي يضحك عليك. لكن لو حد بيكذب على الصعيد الاخر هتلاقي مثلا من علامات الكذب تاني، دي برضو تترجمها بالكونتكست بالمحيط بالعلامات التانية، ما ينفعش تترجمها هي لوحدها، بس هنقولها برضو من علامات الكذب ان شخص تلاقيه بايده عمال يعمل ايده كده، مثلا بيخبي ايده في جيبه او بيخبي ايده ورا ظهره وهكذا. فحاول تكون منفتح على قد ما تقدر عشان فعلا انت نيتك كويسه على قد ما تقدر. تاني حاجه معانا هو ان انت تخلي بالك من الحركات العشوائيه اللي ممكن ايدك تعملها. يعني مثلا ممكن انت عشان متوتر شويه فهتلاقي ايدك مثلا وانت بتتكلم ممكن تلاقيها عماله تعمل كده، بتتحرك كتير، ده بيدي انطباع مش كويس، ممكن برضو توتر الشخص اللي قاعد لو حركاتك كانت بسرعه زياده شويه. فخلي بالك من النقطه دي. لو هل في مثلا تقسيمه معينه ممكن تدلني في الحركات بتاعه الايد؟ لو هنقسمهم ل3 كاتيجوريز كبار، فهتبقى اول حاجه هي الجيف او الاعطاء. انت بتدي معلومه، بتدي حاجه نصيحه مثلا، فممكن تديها بالشكل ده. الحاجه الثانيه هي الشو، ان انت بتبين الكلام اللي انت بتقول من مخي، بتقول بطني كانت وجعاني فتشاور على بطنك وهكذا. او الحاجه الثالثه هي التشوب او القطع، ان انت مثلا جاي بتقول حقيقه لا جدال فيها، حاجه لا جدال فيها، في تعرفوا ان في 20,000 مش عارف ايه، فاهم؟ انت بتقول حاجه ما فيهاش جدال، اعملها بالشكل ده. برضه من الحاجات اللطيفه قوي في الشو هو مثلا ان انت يبقى في مثلا رقم معين انت بتمثله على ايدك، 2 3 وهكذا. رابع نقطة وهي حاجة مهمة جدا في حركات ايدك هو ان انت خلي بالك من الطريقة اللي انت بتشاور بيها. في فرق بين حد يشاور كده، تشاور على حد كده قوم اقف، او ان انت تشاور على حد كده قوم اقف، او ان انت تشاور على حد كده قوم اقف، لان دي عادة مستخدم في التهديد. لما تلاقي مثلا في الكرتون او في الافلام تلاقي مثلا في ام بتزعل ابنها تلاقي بتزعق كده مثلا، خلاص. ودي انتوا عارفين العلامة بتاعت هتلر بتدل على ان انت بتبين بقى الدوميننس بتاعك وكده، فدي برضو مش حاجه لطيفه قوي بالنسبه للناس اللي قاعدين بيتفرجوا عليك على المسرح، فخلي بالك برضو منها. فافضل طريقه ان انت تشاور بيها ان انت تشاور كده. بس طبعا في استثناء، لو مثلا حد بعيد قوي، حد لو شاورت عليه كده مستحيل يعرف هو مين مهما عملت، مهما قلت له ايوه انت، فساعتها انت ممكن تشاور كده. بس يعني يفضل ان انت تبدا كده بعد كده تشاور كده وهكذا يعني.
بس اهم حاجه ان انت ما تبانش عدواني، تبان مبسوط منفتح وهكذا. وحابب اختم الفيديو ده بان انا اتكلم عن الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها كتير وخلي بالك منها. زي ما قلنا في خلال الفيديو، خلي بالك من الحركات السريعه والحركات العشوائيه، مثلا حركه البندول كل شويه عمال حد رايح جاي ما بيقفش. خلي بالك برضو من الحركات المتنشنه، يعني مثلا ايدك بتتحرك كده بالعافيه او حاطط ايدك جنبك كده، يعني دي برضو بتدل ان انت متوتر وجسمك عارف انت متنشن كده، انت مش مرتاح وانت بتتكلم. برضه من الحاجات التانية تخلي بالك منها الحركات المقفولة، يعني مثلا زي ما قلنا خليك على قد ما تقدر منفتح، بتبين ايدك بشكل عام. فخلي بالك مثلا من الحركات اللي انت بتحرك ايدك كده او بتلعب في الساعة كده، لان كل ده من الحاجات اللي بتدي ايحاء ان انت متوتر. والحاجة المشهورة قوي 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 ان انت تبقى حاطط ايديك قدام صدرك كده، ايديك الاتنين متقفلين قدامك. برضه من الحاجات الشائعة جدا اللي بتستخدم كأنها حائط نفسي قدامك عشان يديك احساس اريح شوية. برضه من الاخطاء المشهوره قوي هو ان انت تبقى بادئ الكلام بتاعك بان انت حاطط ايدك في جيبك او واخد وضعيه ثقه، زي مثلا ان انت حاطط ايديك الاتنين ورا ظهرك. تلاقي مثلا لما حد بيبقى فيه قائد كتيبه بيتمشى في الكتيبه بتاعته تلاقيه واخد عاده الوضعيه دي. ليه دي غلطات شائعه؟ ليه في ناس كتير بتستعملها؟ عشان في قانون في لغه الجسد اسمه المثير والمثار. انت مثلا لو بتكذب هتلاقي ظهرت عليك العلامات بتاعت الكذب، مثلا انت عمال تخبي ايديك، عمال مش عارف، انت مثلا بتتحرك على شفايفك، مناخيرك وهكذا. بس في نفس الوقت لو انت متوتر واخدت العلامات بتاعت الثقه، زي مثلا ان انت حطيت ايديك الاتنين ورا ظهرك كده وفردت ظهرك، او يعني علامات شبه كده، هتبدا تدي نفسك ايحاء ان انت واثق من نفسك. وبالتالي في ناس بتعمل ده عشان تبدا تهدي من نفسها شويه وتبدا تبقى تبان انها واثقه من نفسها، وفي نفس الوقت تاكد لنفسها انها واثقه من نفسها. بس ده مش صح. ليه؟ عشان التعابير دي مش احسن حاجه. زي ما قلنا خليك منفتح على قد ما تقدر، مبين ايدك على قد ما تقدر، فمش صح ان انت تبقى مخبي ايديك الاتنين ورا ظهرك. ثانيا ممكن تدي برضو انطباع ان انت حد متعالي شويتين، اللي هو انت ماشي واحد ايديك ورا ظهرك كده وبتتمشى، ممكن يدي ايحاء الاستعلاء، فدي حاجه برضو مش كويسه. فحاول برضو ما تغلطش الغلطات دي. ومش بس لغه الجسد المهم قوي في علم النفس، في كمان تصنيف الشخصيات. ولكن ما ينفعش يبقى تصنيف الشخصيات ده على اساس ان الشخص ده سمعي وبصري وهكذا. لو عايز تعرف ليه حاجه زي كده مش صح، ادخل على الفيديو ده. وبس كده، نورت.